القطعه دي كانت حلم من احلامي والحمد لله النهارده جبته. لو سالتك يا صديقي، لو قابلتك في الشارع صدفه، واتمنى ان انا اقابلك في الشارع، المهم لو سالتك وقلت لك ليه مش باين او ليه مش ظاهر في الدنيا او ليه مش بتطور من نفسك او ليه مش بتطور من حياتك، ايه اللي موقفك؟ تقريبا الاجابه بتاعتك هتقول لي انك مش فاضي. طب ليه مش فاضي؟ هتقول لي والله الدنيا، الظروف، المشاغل. كتابنا بتاع النهارده بيقول لك ان اليومين اللي احنا عايشين فيهم دول في حاجه اسمها موضه الانشغال. يعني انك تقول مش فاضي ده العادي وده الروتيني، لكن انك تقول فاضي دي حاجه واو وحاجه غريبه. ليه موضوع موضه الانشغال ده؟ لان بيقول لك ان باجابتك دي انت كده بتحسس نفسك او انت بتقول للي قدامك ان انت بتواكب التغيرات والحاجات اللي بتحصل حواليك. احنا عارفين ان التغيرات والحاجات اللي بتحصل حوالينا كتير جدا وكبيره جدا كمان. انت دايما عايز تقول انك مش فاضي علشان تواكب التغيرات والتحديثات اللي هي بتحصل دي. فكك من الكلام المعقد ده يا صديقي، ولكن الخلاصه ان انا عايز اقول لك انك فاضي. انت فعلا فاضي. المشكله كلها انك مش عارف تدير وقتك او مش عارف تسيطر على وقتك او مش عارف ترتب اولوياتك. كتاب النهارده قوي جدا وهيساعدك جدا ان يخلي اليوم بتاعك اكثر من 30 ساعه، يعني يخلي اليوم بتاعك كبير جدا وتقدر تعمل فيه حاجات كتيره جدا، انك تدور من نفسك، انك تشوف صحابك، انك تشوف احبابك، قرايبك، انك تعمل حاجات مفيده في العموم. جهز معايا كوبايه القهوه بتاعتك او كوبايه الشاي بتاعك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فيديو جديد مع كريم نوبي. الكتاب اللي هنتكلم عليه النهارده اسمه ميك تايم او اصنع وقت. اللي كتبوا الكتاب ده اتنين، واحد اسمه جاك ناب والتاني اسمه جون زيراتسكي. الشخصين دول واحد كان متعين في جوجل وواحد كان متعين في يوتيوب. انضموا الكاتبين دول عملوا الكتاب ده وعملوا حاجه ثانيه اسمها سبرنت. مش مهم بالنسبه لنا الكلام ده. ملحوظه مهمه جدا ان انا هحكي تجربتي مع الكتاب وازاي الكتاب ده فادني في حياتي وخلاني اتعلم كام حاجه، الحمد لله جرافيك ديزاين وشويه حاجات كده. فانا هحكي تجربتي انا. فانت لو قريت الكتاب او بصيت لفيديو ثاني من تلخيص الكتاب ولقيت الكلام مختلف عادي جدا، انا بقول لك وجهه نظر انا والرؤيه بتاعتنا على الكتاب. اتفقنا؟ نبدا. والله لا صدقكم. شوف، نغمه، لحن. ندخل بقى في محتوى الكتاب. اول حاجه الكاتب بيقول لك عليها علشان خاطر تزود الوقت بتاعك في يومك او تخلي اليوم بتاعك في وقت كبير تعمل كل الحاجات اللي نفسك فيها، هي انك تختار هدفك. الكاتب هنا بيقول لك انك اول ما تصحى من النوم اسال نفسك سؤال واحد بس وابدا فيه. ملحوظه مع الموضوع ده، انا عايز اقول لك انك بدل ما اول ما تصحى من النوم تشوف ايه هدفك، اكتبه من بالليل. اعمل نظام تو دو ليست. استنى هوريك مثال. يعني مثلا دي التو دو ليست بتاعتي، انا بكتب فيها قبل ما انام الحاجات اللي انا هعملها ثاني يوم او الحاجات اللي انا هعملها في اليوم الثاني، والحمد لله بعملها يعني او ما بعملهاش. يعني مثلا اهو انا كاتب التاريخ بتاع اليوم وكاتب الحاجات اللي انا المفروض اعملها في اليوم. صراحه الطريقه دي قويه جدا ومفيده جدا لانك اول ما تصحى من النوم انت اوريدي بتحس انك كسلان وانك مش عايز تعمل اي حاجه مفيده وانك مش عايز تشتغل اساسا لانك اوريدي كسلان، فبتعيش اليوم عادي زيه زي اي يوم. ولكن انك تكتب من الليل اول ما تصحى من النوم انت اوريدي بيكون عندك مهام او في دماغك، فده بيساعدك جدا انك تشتغل في الحاجه على طول. فاتفقنا من النقطه دي انك تكتب اولوياتك او انك تسال نفسك السؤال اللي الكاتب ساله في الكتاب وهو ما هدفك اليوم، ولكن من بالليل وتكتب التو دو ليست بتاعتك. في الحته دي انا عايز اقول لك انك ترتب اولوياتك. يعني انت اكيد عندك اكثر من حاجه عايز تعملها، انا بقى في الحته دي عايز اقول لك انك ترتب اولوياتك. الحاجه المهمه خليها نمبر 1، اول حاجه واول ما تصحى من النوم لازم تعملها. مثال بسيط جدا، لو عايز تقرا مثلا حاول انك تخلي في التو دو ليست بتاعتك او في المهام بتاعتك انك اول مهمه هتعملها لما تصحى من النوم هي انك تقرا. لو مثلا عايز تروح الجيم حاول انك تخلي اهم حاجه او اهم مهمه المفروض انك تعملها في حياتك تخليها دي اول مهمه، بحيث انك اول ما تصحى من النوم تبدا فيها او تعملها على طول. بعدين تيجي المهمه الثانيه والمهمه الثالثه والمهمه الرابعه. يعني انا مثلا في المهام بتاعتي بقول مثلا اول مهمه مثلا لو انا عايز اتعلم انجليزي، خصوصا انا دلوقتي بتعلم لغه ثانيه وان شاء الله في الفيديو هقول لكم ايه هي اللغه دي، انتظروني. خش بقى سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس عشان توصل لك الفيديو. ففي قائمه المهام بتاعتي انا بقول مثلا ان انا هذاكر مثلا درسين من كذا، بعدين هقرا مثلا 5 صفحات من كتاب كذا، بعدين مثلا هروح اقعد مع اصحابي بالليل. كل الكلام ده بكتبه في التو دو ليست. الموضوع مريح والموضوع حلو جدا وبيريحك جدا وبيخليك فايق لحياتك وبيخليك مش عايش عيشه والسلام، بيخليك لا انت مخطط ليومك. ثاني حاجه هتساعدك في الحته دي انك تصنع وقت محدد للهدف بتاعك، يعني تبقى محدد في الوقت اللي هتذاكر فيه او في الوقت اللي هتعمل فيه الهدف بتاعك. برضو الموضوع ده بيزود عليك المسؤوليه وبيزود عليك الانتباه او التركيز. اللي هو انت مثلا هتذاكر مثلا انجليزي بعد الظهر، اللي هو انت لما بيجي بعد الظهر ثاني يوم بتحس في قلق في دماغك كده او في قلق في حياتك وبتروح تعمل الحاجه دي. الكاتبين برضو في الكتاب بيوضحوا لك الفرق بين الغايات والاهداف والمهام. ايه الفرق؟ الغايات هي دي حاجه بعيده المدى او حاجه بعيده شويه او اللي هو الهدف بتاعك الكبير جدا. الاهداف هو الهدف اللي انت بتشتغل ليه او اللي انت بتعمل ليه. اما المهام هي الدقائق والحاجات الصغيره جدا اللي بتعملها كل يوم اللي هتوصلك لهدفك وبالتالي هتوصلك للغايه بتاعتك. هقول لك مثال. يعني مثلا في موضوع اللغات، انت الغايه بتاعتك انك مثلا تتعلم لغات، الهدف بتاعك انك تتعلم اللغه الانجليزي، خصصت الهدف بتاعك او خليته محدد شويه. المهمه بتاعتك او المهام بتاعتك انك تذاكر كل يوم انجليزي وانك تتعلم كل يوم انجليزي. ثاني نقطة الكتاب كان بيتكلم عليها هي الانتباه، ازاي تبقى منتبه وازاي تبقى مركز على الحاجة. موضوع الانتباه ده معضلة والله، ولكن والله الموضوع بسيط جدا. موضوع الانتباه بيقول لك انك بدل ما تقعد على حاجه 3 ساعات او 4 ساعات تذاكرها، انت ممكن تقعد عليها ساعه واحده بس وتذاكرها كلها وعادي جدا لو منتبه لو مركز على الحاجه. بدل ما تقعد الماده تذاكر فيها 5 6 ساعات في اليوم، انت ممكن تذاكرها في ساعتين او ساعه وتلم كل اللي لميته في الخمس والست ساعات. اهم حاجه تبقى منتبه ومركز في الحاجه اللي انت بتذاكرها او في الحاجه اللي انت بتعملها. طب ازاي ازود التركيز بتاعي او ازاي ابقى منتبه للحاجه اللي انا بعملها؟ اول ما تقرر انك خلاص هتركز على الحاجه وانك تنتبه للحاجه دي عشان تخلصها في اقرب وقت، خلاص جهزت كل حاجه وهتنتبه وهتركز، هوب مسج من الواتساب، هوب مسج من الفيسبوك،
هوب ماسك من اليوتيوب، اتفرج على الزوجه تاكل في اوضه النوم، الالهاءات الالهاء ايه ده ينعل، الالهاءات الله قلتي. الكاتب هنا بيقول لك ان احنا عايشين في عصر الالهاءات، لو قلتها غلط عديها. يعني احنا حياتنا كلها على التليفون او معظم حياتنا على التليفون، مسك بيجيب مسك، فيديو بيجيب فيديو، سكرولينج بيجيب سكرولينج، والسكرولينج ده موضوع صعب جدا. والله العظيم لو انت بتسمع فيديوهات سكرولينج او بتسمع الفيديوهات بتاعت التيك توك واللي هي بتسكرول دي، عارفين بتضيع نفسك، رغم ان انا بعمل فيديوهات قصيره. ايه التناقض ده؟ فالكاتب بيقول لك ان اهم حاجه واهم خطوه وفعلا جدا انك تشيل التليفون من جنبك خالص، انك توديه اوضه ثانيه. في اوبشن ثاني وانا بصراحه طبقته على حياتي، بيخلي التليفون معاك ولكن التليفون ما بيعملش اي رياكشن او ما بيعملش اي نوتيفيكيشن، هو انك تلغي خاصيه النوتيفيكيشن من التليفون بتاعك. في السيتنج بتاعك او في الضبط بتاعك هتلاقي فيه خاصيه في النوتيفيكيشن او التنبيهات، يعني خش على البرامج بتاعه التنبيهات او البرامج اللي بتبعت لك مسج ونوتيفيكيشن كتير والغيها. ان شاء الله هظهرها لك على الشاشه. خش والغي الموضوع، الغي. الموضوع ده مهم والموضوع ده مريح جدا لانك اولا مش بتتصدع ومش بتشوف اخبار ملهاش اي 30 لازمه وحرفيا مش هتفيدك في حياتك، وفي نفس الوقت انت بتركز وانت شغال على الحاجه بتاعتك. حلو جدا احنا طبقنا بتاع النوتيفيكيشن ده، بس برضه انا في مسج عايز ارد عليها وفي ناس عايز اكلمها. يا صديقي عادي جدا بعد ما تخلص الحاجه بتاعتك او بعد ما تخلص المهمه بتاعتك رد على مسج دي عادي وافتح التليفون بتاعك براحتك عادي. الكاتب هنا بيقول لك انك ممكن ترد على التليفون في اخر اليوم بالليل قبل ما تنام، ممكن ترد على الايميلات او ترد على مسج اللي جات لك. انت ممكن تعمل كده وممكن تعمل كده، اللي يريحك اعمله. بس انا اهم حاجه في البوينت دي ان انا عايز اقول لك انك تبقى مركز على الحاجه، انك تشيل كل الالهاءات او تشيل كل الحاجات اللي هتصدعك وتبقى مركز. والتركيز هيجي بحاجتين، اولا مكان هادي، ثانيا مفيش تليفون، حرفيا يعني مفيش تليفون، انت كده مركز. طيب لو انا يا كريم الهدف بتاعي او الحاجه اللي انا شغال عليها من التليفون، سؤال حلو وتاخد تكه كمان، عادي يا صديقي. اولا ربنا يكرمك، ثانيا انت وشغال على البرنامج بتاعك او انت وشغال على الفيديو اللي انت بتتعلم منه اكيد بتجي لك مسج او اكيد بتجي لك نوتيفيكيشن، الغي الموضوع ده زي ما قلت لك، الغيها من السيتنج وخليك مركز في الفيديو او خليك مركز في الكورس اللي انت شغال فيه. كاتب هنا بيقول لك انك تمرن كل يوم او اعمل تمرين ورياضه كل يوم، مش موضوع البودي بيلدينج وموضوع الجيم والكلام ده. لو انت في الكلام ده كيب جوينج برو، ربنا يكرمك. بس انا بتكلم في العموم، اي حد في العموم لازم يتمرن كل يوم او لازم يعمل رياضه كل يوم، لان الرياضه مفيده. واكيد انا مش هتكلم عن فوائد الرياضه لان في ناس كتير اتكلمت عن الموضوع ده. فكاتب بيقول لك انك تمرن كل يوم، ومش شرط تمرن انك تروح الجيم وتشتغل رجل وتشتغل بطن والكلام ده، لا عادي جدا ممكن من البيت بتاعك. الكاتب برضه بيشرح قاعده اسمها قاعده 7 دقائق، وهي ببساطه انك تقعد 7 دقائق تتمرن تمرين او تشتغل تعمل رياضه. ممكن تجري لو هتقدر انك تجري في البيت مثلا، تعمل تمرين ضغط، تمرين بطن، اي تمرين اللي هو العادي جدا، مش لازم تروح جيم. النقطة الثالثة في موضوع الانتباه وانك ازاي تزود تركيزك، خد لك بريك، خد راحة، ريح نفسك او ريح من نفسك. في مشكلة عند الناس المنتجين او الناس اللي شغالة على نفسها واللي بتعمل حاجة مفيدة، انه اول ما يرتاح او اول ما ياخد ريسك الضمير يأنبه واللي هو انت ما بتعملش حاجة وانت مالكش لازمة والكلام ده. انا عايز اقول لك يا صديقي ان البريك او الراحة اللي انت بتاخدها دي جزء من العملية بتاعتك. انت لو ما ارتحتش هيجي عليك فترة اسمها بيرن اوت وانك تبقى منهك جدا، وهتيجي عليك فترة ممكن اسبوع 2 3 ما تعملش اي حاجة وتبقى قرفان من كل حاجة وتبقى مش عايز تعمل اي حاجة. يعني انت بتاخد استراحة، انت برضه بتنتج وده جزء من الانتاجية بتاعك. لما تاخد راحة ما تضايقش نفسك خالص، بل استمتع بالراحه. يعني هتريح يبقى ريح، انتخ زي ما انت عايز، اعمل اللي يريح، اعمل كل حاجه تريح، نام، النوم حلو. طب لو اي حد مش منتج او اللي هو العادي اللي هو زيي وزيك زي اي حد، انا عايز اقول لك انك لازم ترتاح. جرب موضوع البومودوري تكنيك. بومودوري تكنيك موضوع بسيط جدا، وهو انك هتذاكر 45 دقيقه وتريست 15 دقيقه، او هتذاكر 45 دقيقه تبقى مركز في الحاجه وتاخد استراحه او تاخد ريست وتكرر الحته وتكرر. اخر حته عشان نختم بيها الفيديو لان انا حاسس ان انا طولت عليك، اخر حته بيتكلم عليها الكتاب، كرر 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 اللي انت عملته، كرر اللي انت عملته النهارده كرره بكره. يعني حط مهام ليومك انك بكره هتشتغل على 1 2 3، خلص بكره ان شاء الله وعلم على المهام بتاعك. واحساس التعليم ده حلو جدا، او انك تعلم على حاجه انك خلصتها. بالليل بقى اكتب مهام اليوم اللي بعده. خليك فاكر ان اي حاجه كبيره او اي حاجه ضخمه او اي حد حقق حاجه انت شايف انك مستحيل انك تحققها او مستحيل انك تجيبها، الحاجه دي ما هي الا حاجات صغيره مترصه جنب بعض، او ما هي الا حاجات صغيره هو عملها كل يوم او هو اشتغل عليها كل يوم لحد ما وصلته للحاجه الكبيره. ولكن هو لو ما اشتغلش عليها كل يوم او لو ما تعبش عليها ممكن ما كانش يوصل لها، او اكيد ما كانش يوصل لها. خليك ماشي في العقليه دي، العقليه اللي هي انت بتعمل حاجه صغيره كل يوم كل يوم كل يوم لحد ما ان شاء الله بعد فتره من الزمن او بعد فتره هتشوف حاجه كبيره في ايدك وهتشوف انك عملت حاجه كبيره. والحاجه الكبيره دي ما هي الا عادات او ما هي الا حاجات صغيره انت عملتها كل يوم. انصحك بموضوع العادات وانك ازاي تكون عادات، انك ازاي تعمل الفعل بتاعك وما تتعبش خالص انت بتعمله كل يوم، بالفيديو اللي نزلته هنا على القناه هو بتاع العادات الذريه. الفيديو ده مهم جدا وهيساعدك ان شاء الله. هسيبه لك في الاي اللي هنا. ميبي انا كده خلصت تلخيص الكتاب ميك تايم. سبحان الله محض الصدفه انا لابس اصفر والكتاب اصفر والميداليه صفر دقيقه والفنجان اصفر. ايه يا عم ده تقريبا عشان انا بحب اللون الاصفر. انا كده خلصت، ولو وصلت لحد هنا فانا حابب اشكرك جدا جدا، وان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى حاجه كويسه، وربنا يكرمك وتوصل للحاجه اللي بتحلم بيها، وربنا يكرمنا جميعا طبعا. انا كده خلصت، ما تنساش بقى لو عجبك تسبسكرايب في القناه وتفعل خاصيه الجرس. وفي الاخر ثانك يو فيري ماتش فور واتشنج اند سي يو سون يا برو. باي. ايه يا اسطى سبسكرايب في القناه وفعل خاصيه الجرس. 100 100.